سفيان طلب يطلع. السلام عليكم. وعليكم السلام. صحيت اخويا حميد. سفيان كي راك؟ سفيان ولا صفوان؟ سفيان. 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 قيلا شفتك لا افون سا طلعت معايا خطره لا؟ لا جامي، لا بروميير فوا نطلع على اللايف ديريكت. ايوا مرحبا بك مرحبا بك. مرحبا انت تعرف مرحبا. شويه بوبري لو لايف تاعنا كيفاش يمشي؟ tu connais un petit peu تبعت la formule؟ تبعت شويه، نحكيو على لوبيات ياك. نحكوا على اللوبيات. تفضل. منين انا الاخ منين؟ انا من سويسرا، نحكي لك من سويسرا. متشرفين. تفضل. متشرفين. انا واش فهمت، يعني انا تبعت الحركه يعني من الاول، من البرومي مومون. واش فهمت لا فان، فهمت بلي الشعب الجزائري عيان تعب، عيا يتسمى. الشعب الجزائري عيا من السيستم هذا باش يتبدل، ما قدرش، ما لقاش كيفاش يبدلوا. من بعد درك لا سيتياسيون راهي هكذا، الناس كاع راهي ما على بالهمش واش راهم. كاين الناس مازالها تناضل، وكاين الناس واحد اخرين يقول لك استنى نلتف على الدوله كاش ما تعطيني، فهمت. دات المشاكل. لكن سفيان الى سمحت لي اخويا، نعم. اسمح لي دقيقه واحده. نقدر الا كان عندنا الوقت اون بو بارلي دي جينيراليتي، مي كاين الناس صحيح. بغاو يطلعوا اي لو سوجي تاع اليوم هو اللوبيات. الا قدرت تخلي في بغيت قلب نجي لك الموضوع حتى مع لهنايا، بغيت اللوبيات. نجي لك حتى لهنايا. فازي. يتما شوف المفهوم تاعي انايا. يتما هذه القضيه هذه تاع اللوبيات في امريكا ما تضرنا ما تنفعنا. دو فاسون الجزائر مع امريكا معروفه من بكري، عندنا دي بون ريلاسيون. بعد راحت لي ريلاسيون هذوك. واللوبيات ماهيش دراهم، اللوبيات هي فكر. الفكر الاوروبي معادي للفكر الجزائري، هذه 100%. يتما نعطي لك مثال باش تفهم القضيه هذه. انا جزائري كما انت كما انايا كما اي واحد جزائري يقدر يحكي بحريه واش يفكر. اللوبيات واش هي؟ اللوبيات هي فكر او عقيده او شيء كما مثل هذا، يعني ماهيش دراهم. نحن مع الصحراء الغربيه، هذا نحن لوبي، نحن هما اللوبي. احنا اللي منعنا المغرب باش تدي الصحراء الغربيه هكذا ديريكت. هذا نحن هما اللوبي. يعني اللوبي ماشي بالدراهم، اللوبي هي عقيده. هي ماشي عقيده، اسمها اون فيزيون كونترير انو. هذا واش لا بغيت. غادي نفكر غادي بيسك عطيتني هذا ليكزامبل. اللوبيات هما دراهم. انت اللي راك تهضر عليهم انت، مثلا الجزائر عندها مصالح مع الصحراء الغربيه ولا مصالح ضد المغرب. صح. هما الجزائر، وغادي نوري لكم وثائق عندي انا من وزاره العدل تاع الامريكان. الجزائر في الثمانينات خاصه وفي التسعينات دفعت دراهم، دفعت لوبيات امريكيات باش يدافعوا على حقوق البوليساريو هنايا في الكونغرس. صح. اذا اللوبيات، الجزائر دفعت ملايين الدولارات لللوبيات الامريكيين باش يجوا عند الكونغرس ويدافعوا على القضيه الصحراويه. اذا اللوبيات نو جو راكونت با دي كونري، جو في تو مونتري دي بروف ماتيريال، سي دي كونترا موجودين انا جبتهم من وزاره العدل الامريكيه. الجيري ابيي دي. ماذا بك تزيد تورينا دلائل يعني كيفاش؟ الدليل موجود، راه مشي للصفحه تاعي ديموكراسي ان الجيريا، لي دوكيومون. اوكي. Tu cherches les documents, de toute façon je vais les remettre parce que je les ai postés هذا الصيف هذا. كاين دي لوبيست امريكان يدفعوا لهم دراهم. لوبيست باش نعاود ناكد للجزائريين، ان لوبيست سي اون سوسيتي، سي ان بيرو دافوكا ولا سي اون سوسيتي يخلصوا لهم دراهم باش هذوك الناس يدخلوا هنا في الكونغرس ويتلاقاو مع دي كونغرس مان دي كونغرس وومن وباش يقنعوهم على قوانين، لانه هنا يجيبوا قوانين. وهذو لي لوبيست هذو قلتها ربما انت tu as raté le début de l'émission. Ils sont enregistrés au sein du ministère de la Justice en tant que يسموهم foreign agents. C'est des agents étrangers. C'est des Américains, mais leur travail c'est de défendre les intérêts des étrangers américains, que ce soit des entreprises étrangères ou des gouvernements étrangers ou des individus étrangers. Haddad, c'est un individu étranger. Tani, عندي la preuve. Il a payé 10 millions de dollars. 10 millions de dollars américains pour qu'un lobbyiste américain il défende ses intérêts. Sonatrach, dans les années 80, elle payait des lobbyistes pour défendre les intérêts de Sonatrach. Mais on sait que le lobbyiste de Sonatrach, il y a le Shakib Khalil, il a travaillé plus pour les intérêts américains que pour la société Sonatrach. المهم اسمح لي، هذوك اللي دفع دراهم اسمه حداد هذا دفع باش يدافعوا على لي زانتيري تاعو ثم في امريكان، يتما ماهوش في الجزائر. لا في الجزائر. في الجزائر في الجزائر هما ما يقولوا هو شوف هو في الحبس. كيس كي يشيرش باسكو الامريكان